4 إلا ربع بلشت العالم تدرى بموضوع المعرض. مثل ما خبرتكم، يعني في عنا اليوم على سوريا إقبال كبير كبير من... ألو، مرحبا، مدينة المعارض. أكيد جايين يلا على الطريق. شايفين القماش يا جماعة؟ وقت تنزل مطر عليه فرجوا. جيت لحتى نشوف التطور بعد 10 شهور عن سقوط النظام، وين وصلوا. هلا معنا الأستاذ همام دعبور، هو مدير التسويق الدولي لشركة ايش؟ لتنظيم المعارض والمؤتمرات. مرحبا يا كاترينا، شو الأخبار؟ الحمد لله. ما بدي ورجيكم كتير بضايع لأنه رح تشوفوها بالمعرض بشكل أكبر. بدها تنهض سوريا، بدها ترجع مثل قبل وأحلى. الفيديو تبعنا اليوم رح يكون مفروشات لإعمار سوريا، كيف عم يشتغلوا بالديكور بهي الأماكن. عم قل له، كنت عم طلع لحالي من المراية، عم يقول لي إنه خلص ظابط ما بك شيء، والشي تعبان يا جماعة، صار لي 5 أيام. فبشوفكم بالمعرض، ورح سكر الكاميرا من هون وافتح لكم إياها وقت بيصير. مرحبا يا جماعة وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم نحن مبلشين سلسلة من فيديوهاتنا بسوريا. جيت لحتى نشوف التطور بعد 10 شهور عن سقوط النظام، وين وصلوا. العالم هون كلياتها يا جماعة عم يحاولوا يشيلوا الردم اللي هو كان موجود، وعم يشتغلوا من أول وجديد، وعم يعمروا البلد. اليوم الفيديو تبعنا رح يكون عن المفروشات بشكل كامل. طلعت من تركيا وخلصت من موضوع البضائع وحملناها وبعتناها على سوريا. الفيديو تبعنا اليوم رح يكون مفروشات لإعمار سوريا، مشروع كنت حابب أعمله وعم نشتغل عليه. تفضلوا لورجيكم الموبيليا اللي موجودة، واعطوني رأيكم بالموبيليا حلوة أو لا. هي من أول الفيديو حابب خبركم عليها، ومنكمل تحت. تفضلوا نتفرج على المعارض الموجودة بدمشق. رح حط لكم العنوان ورح حط لكم الاسم تتفرجوا عليه. خليني بس ورجيكم البضاعة وصلت امبارح وفردوها كلياتها تحت. جاهزة البضاعة؟ يلا تفضل. أول شيء يا جماعة كنت حابب إنه نبلش بموضوع مفروشات الحدائق، لأنه أغلب البيوت اللي هتصير في عمار لإلها بالشام اللي هي بعيدة شوي عن قلب المدينة، رح يكون موضوع الحدائق وغرفتين وصالون، يعني موضوع قريب كتير للي شفناه بصبنجة. فاليوم نحن مبلشين بمفروشات الحدائق. ما بدي ورجيكم كتير بضايع لأنه رح تشوفوها بالمعرض بشكل أكبر، بس هون بدكم تعتبروه مثل مستودع ومكان للعرض بشكل بسيط شوي. هاي من اكثر القطع اللي انا كنت حابب جيبها، هتشوفوها شغاله بالمعرض، اللي هي المدفأة بالجناين. في عنا قسمين، في عنا القسم الاول هون هنشوفه بعد شوي، هنبلش بالقسم الثاني. تفضل. اول قسم رح نبلش فيه، بس حابب خبركم عن مدينه المعارض ب 20 ل 24 11 2025 لايف ستايل. معرض المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية رح يكون موجود بمدينة المعارض الدولية اللي هي على طريق المطار بدمشق. أي حدا بيجي على دمشق بيعرفه، اللي جاي بالطيران دغري بعد المطار هو على الطرف اليسار بده يكون. خبروني شو رأيكم بالمكان. هذا المكان يا جماعة كان بقلب منه دمار بشكل رهيب. هذا المكان أخذ معنا أكثر من 9 شهور تجهيز، دهان للتظبيط. قديش أنت كنت هون بالأول شفتون؟ كان في زبالة كتير هون. قريب ال4 سيارات يا جماعة زبالة كانت موجودة بهي الأماكن. كان النظام القديم يستخدمها هي كموقع للتعذيب، كموقع ما بدنا نفوت بهالسير القديمة اللي صارت بهالبلد. هي مفروشات كلياتها من تركيا جبتها، وكلياتها نوع أول. ما في اي شيء من البضائع اللي انتم شايفينها هون بدي سميها انه هي مثل بضائع ايكيا. يعني البضاعه اللي هون موجوده، نحن اهل سوريا متعودين من زمان انه البضائع هي تخدمهم ل10 سنين واكثر. يعني بيحبوا يجيبوا القطعه انه خلص هي القطعه نحن بدنا اياها ل20 سنه تضلها خادمتنا. فالبضائع كلياتها جبناها بهذا الشكل. رح احط لكم البضائع بالمعرض، ما رح اورجيكم اياها هون وحده وحده. حبيت بس بلش بهذا المكان، ورح اورجيكم الصالات فوق مشان اي حدا بده يجي ويزور ويتفرج على البضائع بسوريا بيشرفنا لهون. تفضلوا. في عنا طبعا من هون درج للطابق الثاني، وفي عنا القسم هدلاك. يا جماعة في عنا غرف أطفال، جلوس، في عنا غرف السفرة تبع الطعام، غرف النوم، من الآ تو زد. اي شيء بتدوروا عليه اشتغلنا عليه. وانا طول ما كنت عم صور لكم واطلع على الصين وروح على ماليزيا وارجع على تركيا، كنت طول الوقت قاعد عم بشتغل فيه لهذا الموضوع. فاتمنى انه يعجبكم، ومكملين مع بعض. هورجيكم الصالات الموجوده فوق، وبعد منا رح ننتقل. قديش بقيان للمعرض؟ بقيان يومين للمعرض. رح نروح على المعرض نتفرج على التجهيزات اللي عم تصير هنيك،
وبعد منه رح تبلش المراسم تبع افتتاح المعرض، وهيك رح نكمل الفيديو. طبعا يا جماعه هون المحلات هن عباره عن 10 محلات ورا بعض، غير المستودعات اللي ورجيتكم اياها تحت، كلياتهم رح يكونوا للمفروشات التركيه. بس في عنا قسم واحد اللي هو للمفروشات الدمشقيه. بدي اورجيكم موضوع اللي هو تبع الصدف، اللي دمشق مشهوره بموضوع المفروشات فيه، اللي هو الحفر الصدفي. مثل هذا الطقم، ما بعرف، اكيد كل بيت سوري كان في عند بيت اهله وبيت جده هيك طقم. يعني هذا يعتبر من التراث السوري، كتير كتير محبوب يا جماعه. هذا الصدف اللي بتشوفوه هون محبوب بشكل مو طبيعي، فحبيت ورجيكم اياه. وانا مثل ما خبرتكم ما حابب احرق الموديلات اللي انا حابب ورجيكم اياها غير بالمعرض، لانه بالمعرض رح تكون هيك مرستقه بالمعرض اكثر من وجودها هون. حنعمل هيك جوله للمحلات، وبعد منها هنروح على المكتب مشان نجهز حالنا ونطلع للمعرض ونشوفهم كيف عم يعملوا التجهيزات هني، وورجيكم خطوه بخطوه. تفضل. كله هي اقسام. طبعا نحن عم نفوت، فتنا قسم الدمشقي، في عنا قسم الولادي هون موجود، بس هنعمل لكم لقطة هيك سريعة. هذا قسم الولادي كمان لسه ماله مكتمل، كمان في له لسه اغراض بدها تتكمل بالمكان. في تحت ولادي مثل ما ورجيتكم في طاولة الجيمنج. تفضل. ما بدنا نورجيهم، هنورجيهم بس هيك على السريع بالكتالوج الموديلات الموجودة تبع الأطفال. طبعا هدول لسه ما انفردوا، مثل ما خبرتكم امبارح جيت أنا من تركيا. شايفين؟ هذا كله موجود. اكيد هذا بيت القطه حاطينه نحن، ما بعرف اذا حاطينه او لا، موجود. اصدقاء القطط. تفضل. بدها تنهض سوريا، بدها ترجع مثل قبل واحلى. بتعرفوا يا جماعه انه سوريا قريب اكثر من ال 15 سنه ما في شيء عم يتطور، ما في شيء يتطور بسوريا. يعني 15 سنة وهي محل ما هي، حتى إذا بدكم راجعة كتير. بس نحن بإذن الله بإيدينا كلياتنا رح نرجعها مثل الأول وأكتر. هنروح على المكتب، هنعمل تجهيزاتنا، وبعد منها طالعين على المعرض نكمل. هذا التليفون كان ببيتنا أستاذ مو إياد. هلا وصلنا، بس بدي ورجيكم المكان اللي نحن عم نشتغل فيه بالديكور، رح تقولوا كيف عم يشتغلوا بالديكور بهي الاماكن. يعني بعد الغربه اللي نحن تغربناها ورجعنا على سوريا عم نشتغل بهذا الشيء. بس انا بدي احكي لكم قصص كتير حلوه اليوم رح تشوفوها معي. طبعا يا جماعه مو اي لوحه بنشوفها على الحيط هي حلوه ومرسومه، يعني ما في من وراها اي، أنا بقول لها قلعطة، ما في وراها قلعطة أو ما في وراها شوية تلويت بالمكان. دائما المكان بده يكون موسخ شوي. فنحن موضوع الديكور للمعرض اللي بدنا نعمله فيه شوية صعوبة كان بسوريا. فالديكور مع شوية مهندسين، مع شوية شغل، مع شوية تشغيل مخ، حاولنا نحن نعمل الديكور عنا. فأنا بالمستودعات اشتغلت فيه للديكورات، وجبنا أشخاص بيفهموا بهالقصة وقصينا الديكور. شايفين اللوحة اللي وراي رح تشوفوها بالمعرض، تحفة فنية. يا جماعة لا تشوفوا انه المكان وسخ، بس انتوا تخيلوا معي انه نحن قاعدين ببلد هي كلياتها كانت تحت الدمار، تحت الرماد. يعني انا هدلون الاغراض امبارح حطيته، كمية الغبرة اللي عليهم مو طبيعية. يعني البلد لسه بدها كتير كتير شغل، بس نحن اليوم بدنا نحاول بكل مجهودنا انه نحن نشتغل عليها للبلد ونطورها. من هذا المكان أنا طالع، أنا لليوم هذا مقضي 15 سنة بحياتي ما اشتغلت أي شغل، ومع العلم إنه نفس التكلفة اللي كنا نحن عم نتكلفها بمعارض اللي صارت بفرانكفورت، بالمعارض اللي صارت باسطنبول، بالمعارض اللي صارت بكل البلاد، كانت تكلفة قريبة كتير للتكاليف اللي عم تكلفنا هون، بس نحن قاعدين وعم نشتغلها بإيدينا. بس رغم هيك بدنا نحاول بإيدينا إنه نحن نشتغل موضوع ونطور بلدنا، لو كانت ضمن الغبرة ولو كانت على مجهود منا نحن شخصيا. المهم ما هطول عليكم بالحديث، هي كانت تحفيزية شوي لأبناء بلدي، لأبناء سوريا. شايفين اللون؟ هتشوفوهم معنا بالمعرض بغير شكل، وناطركم بالمعرض. تفضلوا. شاري. هي وصلتنا على مدينة المعارض، هلا عم نعمل تجهيزات الأولية، بس رح نورجيكم شلون بيكون، كيف كانت وكيف رح تصير. هنشوفها هلا. نحن أول مين بدأ، ما هيك حسين؟ مرحبا يا حسين.
السلام عليكم. شلونك؟ شو الاخبار؟ جاهزين؟ والله توب توب؟ ان شاء الله. ان شاء الله. نص المعرض اخذينه نحن. سكرناه سكرناه؟ خالصين ان منه؟ شاء الله. طيب شو بقى يعني برايك انت يا حسين نعمه؟ بقيان نختم اللعبه بس. نختم اللعبه؟ بس نحن بقى لنا يومين على التجهيز يا جماعه. اليوم هو يوم التجهيز، اول مين فات على المعرض لحتى يشتغل. لانه بخمس اقسام مشاركين، خمس اجنحه. كله بهمة حسين، هو المهندس العظيم عنا. وعنا محمد كمان، محمد اللي ما بيتغبر. هي محمد معنا، هي محمد معنا. المهندس الثاني كمان هو المستلم الموضوع من الآلة للزد. شلون محمد؟ والله مشتاق لك. شو اخبار؟ الحمد لله. قلت له نحن وفايتين، قلت له نحن هلا هيصير عنا كيف كانت وكيف صار؟ كيف صارت. قلت له خلينا نورجيهم هيك كيف قبل كيف رح ان يصير شاء الله بعدها. تطلع بالمستوى المطلوب. ان شاء الله نحن املنا انه يطلع على المستوى المطلوب. بلشنا يعني هلا خلصت 25%، باقي ال 75%. وهي الخطوه الاصعب. وهي الخطوة الأصعب. شوفي كله جايب هالأغراض ومبلش. همتنا اعلى شيء بين البقايا. همتنا على شيء. همتنا اعلى شيء. لهلا ما حدا اجى. ما حدا اجى من المشتركين غيرها، خايف انه نطلع نحن بالاخر بس هيك لحالنا بالنص. محمد لا والله في شركات اجوا ولا ما اجوا؟ موجودين ما هيبينوا يعني. نحن في القمة، سيستمنا عالي. نحن سيستمنا عالي. خذ هاد جنح من الأجنحة الموجودة بمدينة المعارض بدمشق. يا جماعة قريت خبر من شوي، أنا بصراحة ما بعرف. أنا كنت صغير بالعمر وقت كان يكون نحن عملنا بالمواد الغذائية بالأساس، فوقت كنا نحن نشارك بهذا المعرض كنا نجي عليه. كنت صغير عمري 12 13 سنة، بال 2010 بال 2009 هيك بتذكرون. فهذا جناح من الأجنحة الباقية بقلب مدينة المعارض. تخيلوا إنه عم بقرا من شوي قديش المساحة الموجودة هون. طلع 1.2 مليون متر مربع، اللي هو ضامن المساحة كلياتها بمدينة المعارض، ما هو رقم قليل. فكبيرة المدينة، وتم تأسيسها بال 2003 هي لحتى تعمل جذب. أول ما تحررت سوريا وسقط النظام، أهم نقطة كانت هي نقطة التحول اللي بدهم يسووها بسوريا، هي إنه يعملوا مدينة المعارض كرمال تجذب الشركات اللي من برا. وأنا واحد من الأشخاص جذبتني إنه أنا أجي وأفتح فيه. بنفس الوقت اللي نحن هنكون فيه بالمفروشات يا جماعة، رح يكون في قسم تاني اللي هو للتكنولوجيا والديكور. فمشاركة اتش بي وسامسونج. أنا أتوقع كتير إنه نحن فقط بموضوع المفروشات رح أحسن صور لكم، لأنه أنا حكون متواجد وعندي ضيوف وعندي أشخاص بدهم يكونوا موجودين. بس لحاول كتير إنه أنا أورجيكم شو هيصير بهالمعرض. حابب بس اعمل لكم هيك لقطه، بما انه صرت افهم شوي بالمونتاج بهالقصص هيك. حابب اعمل لكم لقطه هسكر لكم اياها من هون وهنفتحها من مكان ثاني. فبشوفكم بالمعرض، ورح سكر الكاميرا من هون وافتح لكم اياها وقت بيصير. وهيك صارت يا جماعه. هلا رجعنا على المعرض مثل ما خبرتكم انه رح نشتغل شغله كثير حلوه، ونرجع نورجيكم المعرض تبع المفروشات بدمشق. هي أول مرة أنا بشارك بعد 15 سنة بمعرض دمشق، ورح يكون يوم حلو كتير. تفضلوا حتى نتابع. أنا هقعد بس أشرب كاس شاي، إيه بعدين تعال لنصور. شو رأيك؟ تفضل. مرحبا. nasılsınız? Sami abiyle tanıştım bir önce. ايوه السلام عليكم. سلام عليكم. وهي معلمنا خلدون هون. أعطينا هلو يا خلدون. جاهزين؟ نقوم نفتح؟ خلص هلا لفظينا نحن. اول شيء يا جماعه مثل ما خبرتكم جهزنا المعرض بشكل كامل. هلا رح نعمل فتله لنحط شويه صور لنشوف المعرض كلياته شلون صار جاهز. تعال نبلش من اول قسم. انا خبرتكم انه رح يكونوا هن 5 اقسام. تعال بدكم تعطوني رايكم، لانه يا جماعه تعبت تعب. نحن مجموعه كبيره تعبنا تعب كتير كبير. انا اكثر واحد كانوا تقال علي، لانه انا معي طول الوقت اشخاص وعم نروح من مكان لمكان. بس بدكم تحكوا لي على هذا الطقم كيف والطاولة كيف، خصوصي اللي عايش بسوريا. اللي عايش بسوريا بيعرف انه هي البضائع لسه ما موجودة. كانت هي الخطوة من اهم الخطوات. في عندك شاشة، في عندك حدا هون عم تحكي مع حدا هون بكل سهولة. طبعا يا جماعة كله فيرست كواليتي وهاي كواليتي البضاعة. احلى شيء خصوصي للي بيحبوا يلعبوا بلاي ستيشن. انا هي الطاولة ان شاء الله بس يصير ارجع استقر هون بدي اعمل انا هي الطاولة. فعنا هي الطاولة يا شباب، طاولة بلاي ستيشن. حطوا الأغراض هون تبعتكم، البلاي ستيشن بإيدكم، الشاشة مقابلكم. من أريح المقاعد اللي ممكن تشوفوها ومن أريح الشيء يعني. طبعا أنا كنت بدي لكم التاريخ مشان تجوا تعملوا لنا زيارة، بس ما رح تلحقوا متأكد، لأنه هذا رح ينعرض على اليوتيوب. عندنا هون هالطاولات
عنا غرفة النوم، عنا هون مصطفى أبي. هاي مصطفى أبي، تفضل. من أجمل غرف النوم يا جماعة. هي غرفة النوم وقت جبناها أكثر شيء كنت مهتم فيه للموضوع المقاسات. عنا بسوريا البيوت ما هي كلياتها بمقاس واحد، ما في شيء عنا ستاندرد. شايفين هاي الخزانة؟ ممكن تكون هي 3 أبواب، ممكن تكون بابين، ممكن تكون 6، ممكن تكون 10. فنحن عاملينها بهذا الشكل مشان المقاسات. الطقم الثاني، الطاولة، الكنباية، كلهم شغلهم حلو حلو حلو. ما هفت لكم تفاصيل كتير لأنه الفيديو رح يصير طويل ورح يضيق خلقكم من الموبيليا. تعال لورجيك أحلى كنباية ممكن تشوفوها، خصوصي للي عنده بيت صغير حاطط تحت كنباية. كله جايب لكم إياه بدور. كيف؟ حلوة. بسوريا موضوع الفلل والبيوت الكبيرة موجود بشكل هائل. اللي بيحب يعمل هيك طقم، هذا منه مقاسات قد ما عنا كمان بهندسة الديكور، قد ما كان بدكم اياه كبير فهو موجود. من أريح الأطقم. أول شيء كيف لقيتوا لي طقم؟ نحن حطينا هيك شيء طقم من قبل. كيف لقيت لي الطقم؟ انت عجبك؟ خلص إذا انت عجبك فالباقي عندي مهم أكثر. غرف النوم، طاولات، غرفة نوم. حبيت اهتم شوي بموضوع طاولات السفرة. بتعرفوا ليش يا جماعة؟ بالغربة على قد ما عشنا وحيدين، نحن على قد ما كنا عايشين وحيدين، كنا كل ما نقعد على طاولة السفرة نقول يا ريت ويا ريت، يا ريت أهلنا موجودين نكون كلياتنا على هالطاولة، ويا ريت هالطاولة كانت تلم هالعيلة كلياتها. واليوم صارت الفرصة إنه نرجع ونلتم مع بعض، فكتير حبيت إنه اهتم موضوع الطاولة. شايفين الشكل؟ احلى شيء بالعيله انا بحسه، لانه كلياته بيبقى عنده اشغال واعمال، احلى شيء بحسه بالعيله هو شو؟ هي لمه السفره. على فكره مع يمكن في عالم ما كثير بتعطيه اهتمام، بس انا كثير بعطيه اهتمام. لمه السفره عندي اهم شيء. هذا اول قسم يا مؤيد. خلينا نروح على القسم الثاني. حطيت لكم شاشه لحتى تحكي لكم كيف طريقه التصنيع، كيف الاهميه بالتصنيع، كيف في دقه بالموضوع. هلا بدنا نروح لوين؟ على القسم الثاني. خلينا نبلش بالفرشات تبع التخت. اكيد ما احكي لك شوي عن موضوع الفرشات تبع التخت، انه لازم تكون مريحه ومهمه مشان ما يكون في عنده الواحد وجع بالظهر وهو طالع. ايه تفضل، خلينا نفوت لهون اول شيء. تفضل. مرحبا يا كاترينا، شو الاخبار؟ الحمد لله. احكي لنا شوي على الفرشات يا كاترينا. اوكي تفضل. هلا هدول الفرشات هن عم بيجوا طبقتين طبعا، بس هن ملزوقين ببعض. هدول هن مدروسين بطريقه طبيه، فيهم نوابض بحيث انه هي بتتماشى مع حركه الجسم، فيهم مسامات بحيث انه مشان تهويه الفرشه يعني. بتجي بتكون هيك شوي بارده بالصيف، بتعطي بروده. في الطبقه الثانيه اللي تحت فينا نقلبها، بتصير شوي بتعطي دفى بالشتويه. فانه هي بتكون هي صناعه تركيه، وطبعا نخب اول. حلو كتير. شو هيك تورجينا الصندوق تبعها؟ اكيد. اساعدك فيها؟ لا مو مشكله. في إلها صندوق طبعا يا جماعة. في أشخاص كتير بيستخدموا هذا الخشب، بيكون خفيف. أنا حاولت إنه تكون ثقيلة، لأنه أنا أول ما استخدمت هاي الغرف اللي بيقولوا لها نحن بنقول إنه اتخذ صندوق، لأنه أنا أول مرة أول بيت كنت أخده بالغربة هو اتخذ، وحطيت عليه شنطية تبع السفر، فكل ما سكروا الصندوق لاقي هي الخشبة مكسورة. هي عشتها كتير يا أخي، والله عشتها كتير هي القصة. طلعت مريحة كتير، وهي نفس الحكاية. طبعا الموديلات بتختلف، لون القماش بيختلف، أشكال وألوان. خلصنا من القسم الثاني، خلينا نطلع على القسم الثالث. هذا الصنف وهي اللون، في أشخاص كتير بتحب ألوان الأوف لايت يا شباب، أو يا جماعة يلي بده يتجوز فكروا بالموضوع مرتين. القسم الثاني اللي هو متخصص بالفرش البيت بشكل مختلف. الديزاين اللي كنا نشوفه بتركيا نحن هو هيك، بيجي الأوف وايت. هي الالوان بيقولوا لها الاوف وايت. في إلها ديكور معين، في إلها طريقه نظام معينه تكون بالبيوت. النظام الجديد تبع الابنيه اللي بدها تطلع بسوريا رح تخدمه هي الغرف، واللي بده يرجع على سوريا كمان رح تخدمه.
شفناهم هيك بشكل سريع؟ حلوين؟ تفضل. هذا القسم الثالث. هيك عملنا هيك نظرة سريعة مشان ما يضيقوا خلقهم. وشي تعبان شوي ما والله وشي تعبان. الإضاءة منيحة، الإضاءة عم اقول له كنت عم طلع لحالي من المراية عم يقول لي انه خلص ظابط ما بك شي. وشي تعبان يا جماعة، صار لي 5 أيام عم بركض اركض لانه تكون مثل الجنينة الشتوية. وعنا هون صديقي حسين. مرحبا يا حسين، شلونك؟ شو الأخبار؟ شلون المعرض لقيت لي اياه؟ والله الحمد لله. الحمد لله. اقبال كثير جيد. جيد الحمد لله. الحمد لله. كيف هلا نحن ثاني يوم اليوم؟ اول يوم طبعا ما احسن نصور لكم لانه كنا مشلوشين، فهلا لقينا ساعة زمان لحتى اورجيكم هالمعرض كيف صار. انا ورجيتهم للمشاهدين من الآ للزد. شو هو من الآ للزد؟ الديكور كيف كنا عم نعمله و من الصالات. ورجيتهم كثير قصص، ما ورجيتهم بس ما ورجيتهم شوي شيء قليل يعني، اما ما ورجيتهم. اما والله التعب اللي تعبناه جميع. حسين اكثر حدا تعب معنا، الله يسلمك. هنتفرج. عنا غرف النوم الاطفال، موديلات كثيرة طبعا. المساحات هي كانت تحكمنا، ما حسنا كثير نجيب. اللي جبناهم نحن جبنا 4 غرف نوم لهون. هورجيكم بس الموديلات يا جماعة الموجودة. هذا الكتاب شايفينه هيك كلياته، هاي الموديلات كلها موجودة بالمستودعات، من المخدات للتخوت. طبعا غرفة النوم تبع الأطفال دائما بتحكمنا فيها المساحة. هاي القصة الوحيدة هي إنه فيكم أنتو تتحكموا فيها بالقطع أكثر من إنه أنتو تاخدوها سيت كامل. تفضل. ايه طبعا يا جماعة أنا مثل ما خبرتكم ببداية الفيديو إنه بجوز أنا مورجيكم معارض من برا كانت أحلى وكنت مورجيكم ديكورات أحلى، ولكن بسوريا الإمكانيات قليلة عن جد، محدودة جدا. موضوع الإنارة، موضوع القصص هي كلياتها. القسم اللي أنا عملتنا فيه الهاي كواليتي، لأنه في شيء أنتم بتسمعوه هو الفيرست كواليتي والسكند كواليتي والثيرد، بس أنا عملت شيء هاي كواليتي بصراحة. جبت قطع محروفة شوي وتقيلة شوي، ويمكن بسوريا في أرقام ما انسمعت كتير، بس هي كمان نوعا ما شوي غالية للبيوت اللي هي بدها تكون ثقيلة. طبعا كل شخص حسب ميزانيته وحسب شغله. فهي الطقوم يا جماعة تخدم كتير وثقيلة كتير فوق ما بتتخيلوا. طبعا انتوا هتشوفوها بالكاميرات، ما بعرف كيف بدها تطلع الكاميرا، بس بالحقيقة موضوع الخيط، بما انه انا صرت بهذا المجال تبع الموبيليا لفترة شوي طويلة، موضوع الخيط كيف هو مدروس بين كل قسم وقسم. شايفين هيك؟ هي انه الخيط يجي ورا الحبة، هذا كلياته شغل بده اتقان شوي. فكمان بدي اورجيكم، هون ما حسنا نفرض بضاعة كتير، فكمان رح اورجيكم هيك بشكل سريع. شايفين هي الغرف عم يلمع شيء؟ شايفين هي الغرف يا جماعة كله شغل تقيل. كمان هي قصة تانية. طبعا الموضوع بما انه صار في عندي استلام له، اي شخص بده يشوف الفيديو بده يجي يتفرج على الموبيليا يخبرني لحتى نوصل. خلينا نورجيهم غرفة الموبيليا كمان. هي غرفة الموبيليا كمان من أتقل شيء ممكن أنتوا تشوفوه، من الابواب بدي ضل عم بحكي لكم كثير عن الموبيليا، خلص حابب أورجيكم أكثر من إنه أحكي. عبيته؟ ممتاز. خلص خلينا نكمل. هذا كان القسم عنا رقم 4. خليني أورجيكم القسم الخامس والأخير، وبعد منه رح أخلي الفيديو يفتل على المعرض بشكل عام وتتفرجوا على كل شيء. عندي خامس قسم اللي هو كان الموبيليا تبع الحدائق. موبيليا الحدائق يا جماعة مهم وحلو وكتير منا بدور عليه. طيب أورجيكم شغلة. أنا عندي جنينة بالبيت، ما بعرف إذا شفتوها بالفيديوهات اللي من قبل. موضوع واحد كان يزعجني أنا بصراحة بموبيليا البيت، اللي هي كانت انه انا موبيلية الجنينة ما فيني اتركها برا، لانه كان ينزل عليها مطر وشمس والقصة. فحاولت انه انا اجيب بضاعة قد ما ضليت بالبلكون تحت المطر او تحت الشمس ما تنتزع. اول شيء كان موضوع الخشب، هو مقاوم للمطر والشمس والعوامل الجوية. ثاني شيء هذا الالومنيوم بحياته ما بيصدي قد ما ضل مبلول. اخر قسم انا حابب احكي لكم عليه اللي هو القماش. خليني اشرب بس نقطة مي. شايفين القماش يا جماعة؟ وبدها تنزل مطر عليه فرجوا ما بيضل عليه حتى هيك. شايف كيف يعني؟ بس نزلت المطر بدها بس حدا يعمل لها هيك خلصت. لو بيضل مبلول شوي ما بفوت لجوا، لانه هي قلبها كلياته قطن معزوله. فاخر القسم عنا كان هو هي. في عنا هي الصوبة
ما بعرف اليوم بدنا نشغلها. وينه حسين؟ بدنا نقول له لحسين هي الصوبيا بدنا نشغلها اليوم، بس مو هلا، هيك شي ساعتين تانيات بس لتعتم العين. هي الصوبيا ما بعرف اذا شايفينها، حط لكم موديلها كمان. طلع هيك نار بتنحط بالحدائق الشتويه تبع بيوتكم، بتنحط بهالقصص هي كلياتها مرجوحه، جنينه، قاعده. ايه شايفين هي الطاولات كلياتها كمان بنحط فوق منها بلور، ما بس هيك منتهيه. خلينا نطلع من هون، نحن خلصنا القسم الخامس تبعنا، نتفتل هيك بقلب المعرض ونورجي وخلينا نودع. طبعا هلا صارت الساعة 4:15، بلشت العالم تدرى بموضوع المعرض. طبعا هون عنا موضوع انه العالم تدرى فيه للمعرض فيها شوية وقت. مدينة المعارض شغلة على كيفهم. هذا المعرض بلش بال2003 عملوه وأسسوه. هلا بعد شوي رح نشوف الخريطة مع بعض. هون مدخل الزوار اللي هو بالنص، وهنيك عاملين المدخل الخروج. هون عاملين مدخل العارضين او اللي هو الVIP عاملينه، يعني المشتركين اللي هن عندهم جوا. رح احكي لكم بهذا المقطع، بس رح احكي لكم عن موضوع المعرض كيف رح يكون هو بشكل كامل. خلينا نفوت انا وياك هلا، خليني ورجيهم بس المساحه تبع المعرض قديش هي كبيره وقديش حلو المدخل. هي اول شيء انا كثير حبيته للمدخل، بس بدي اورجيكم اياه من جوا. خلينا نشوف مع بعض. يا جماعة أنا الفيديو هيتصور على كذا مرحلة، لأنه كان عندي زوار من برات سوريا وكنت حابب إنه اهتم فيهم شوي، فكل ما عم لاقي 5 دقايق عم بطلع أصور لكم مقطع صغير. مرحبا، يعطيكم العافية. في تفتيش؟ يلا تفضل. أي شخص بده يدخل لهون، موضوع نحن مهتمين فيه كتير للزوار اللي بدهم يجوا لهون، بما إنه هي سوريا جديدة. في اهتمام على موضوعنا اللي هو إنه الأمن والأمان. فقبل ما نوصل لهون بسياراتنا في عنا مرحلتين تفتيش، مرحلة من برا ومرحلة من جوا. الباجاج، السيارة كلياتها بيبقى فيها التفتيش. عنا هون القاعة الرئاسية، رح افوت ورجيكم القاعة الرئاسية اللي هي نحن بنحكي فيها دغري عن مدينة المعارض. في جوا عنا هيكل رح اورجيكم اياه. مرحبا، يعطيك العافية. عندك معلومة كاملة عن المعرض؟ كيف؟ كم متر؟ كم قصة ولا؟ لا ما عندي، بس ما عندي خريطة إذا بدك. هي خريطة. طيب الصبية طلعت ما بتعرف كتير معلومات، فهيبعتوا لنا حدا هو اللي كان بموضوع التأسيس والحكاية كلياتها اللي بدنا نحكيها عن المعرض. فخبرونا انه الاستاذ رح يجي بعد شوي، ونحن نقعد على الطاقم الموزايك ننطره لحتى يجي. اسمه شو كان اسمه؟ اللي همام. هلا معنا الاستاذ همام دعبور، هو مدير التسويق الدولي لشركة ايش؟ لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن كل معارضة، مدير التسويق الدولي يعني. عنده المعلومات بشكل كامل، هو رح يشرح لنا عن المعرض على الخريطة. تفضل. اول ما نفوت من المين انترنس اللي هو واضح معنا بالاسفل طبعا، والباركينج الكبير، بيطلع عنا تو هولز. الون هي الVIP او الصاله الرئيسيه اللي نحن هلا قاعدين موجودين فيها فيها 100%. والهول اللي مواجهه هي هول الصحفيين. طبعا نحن ما عملنا لا اكتيفيتد لهي الدوره او لهدول المعارض. تم اتباع كورنر ضمن الVIP برضه اللي هي موجوده هونيك بنلاحظها، هي للصحفيين. حلو. بعدها بننتقل على تو هولز، هن تو لهاي تك اللي هي ال 1.1 وال 10.1. هدول الهولين كمان هن لهم علاقه بكافه اختصاصات التكنولوجيا، واللي هن هلا موجودين كمان ومشاركين معنا، بالاضافه الى الهولات الرئيسيه لهاي تك اللي بلشنا اول شيء بال26 وال11، ولانه كبر المعرض كمان انتقلنا لل10 والهول واحد اللي كمان فيه قاعه المحاضرات. انتقالا الى بعد الهول الخاص باللايف ستايل اللي هو الهول 25، واللي كمان جمع شركات كتير كبيره محليه وفي منها كمان دوليه. جميل. بالهول 25 اللي كانت كمان بتتميز حضرتكم بوجودكم فيها. الله يسلمك. الله يسلمكم يا رب ويبارك فيكم. والهول اثنين كانت المفروض تكون لايف ستايل، ولكن لظروف محدده تم حد اللايف ستايل لحتى يكون بال25 كهول كبير لها، ولحتى تكون انطلاقه للدورات القادمه لللايف ستايل. نحن هالمره فصلناه، كان بالعاده يكون موجود مع بيلدكس، بس نحن عملنا له دوره لحال. طبعا هو بدورته التاسعه، هي كان بالعاده يكون مع بيلدكس، بس هو هلا لحاله حجر الاساس لحتى يكون للدورات القادمه اكبر، بوجود مشاركات اكبر كتير. بوجود تفاصيل اكبر كمان. اللي بدي اقول لك اياه انه نحن بهال9 شهور اللي مروا او على 10 شهور هدلون في اقبال من برا. انا شخص من الاشخاص الاقبال، لانه انا 15 سنه كنت مسكر موضوع سوريا، من جديد رجعت عليه. طبعا فاكيد انا اتوقع انه في اقبال، وحضرتك بتعرف اكثر. مزبوط طبعا 100%. هلا لعده معارض، مو معرض واحد اللي نحن هلا حنحكي عليه. أكيد. من لما صار التحرير نحن كنا عم نحكي نحن صار يوم التحرير 8/12 2024. وانا بعرف براس السنه بعد منه كان منظم في عندكم معرض 100%. هلا رح احكي لك شيء. لا، نظمنا وقتها مؤتمر اطلاق معرض بيلدكس بليله سقوط النظام والتحرير. الحمد لله دغري مباشرة تواصلوا معنا وكلاء من برا اللي كنا نتعامل معهم قبل 2010 كمجموعة عربية. نحن طبعا 1989 1995 أول معرض بيلدكس صار، فردوا تواصلوا معنا
اللي كانوا يجوا لعنا ويكونوا نشتغل مع بعض، وقرروا مباشره من السقوط انه نحن بدنا نرد نفوت. لانه عندنا اعاده اعمار سوريا ونحن بدنا نبلش من اول وجديد بسوريا كلها. طبعا 100%. فبلشنا بمعرض بيلدكس، وايش اول شيء عملنا مؤتمر، وكان لسه الوضع يعني ما بتتخيل. اتوقع بدأنا فيه ولقى إقبال كبير. كان بنفس اللحظة اللي تم إعلان عن المؤتمر مشارك معنا 80 شركة تركية. هي تركيا نحن هلا عم نحكي بنفس الإعلان، يعني سقطنا هون عملنا المؤتمر. سبحان الله. بعدها لقينا دول الخليج والسعودية، بعد أخذنا دعم كتير كبير. بعدين الدول الأوروبية، يعني نحن تم مباشرة تواصل مع السفير الإيطالي. مثل ما خبرتكم، يعني في عنا اليوم على سوريا إقبال كبير كبير من الدول اللي برا، كرمال إنه هن يجوا ويعملوا إعادة أعمار لسوريا. طبعا في كتير، أنا شخص من الأشخاص اللي هو شامي دقة قديمة مثل ما حكيت لكم من قبل. بدي أنا سوريا تتحسن أكتر، لأنه أنا حابب أول شخص أرجع لبلدي. الموضوع الثاني اللي هو استفادة تجارية هو رقم واحد على فكرة صارت اليوم بالشام، لأنه مثل ما بنقول برا ختمناها بقي نيجي نختمها نحن بسوريا. فهي القصص كلها بدنا نريحها. الحجم تبع المعرض هذا كله الجروس اريا للمعرض، الجروس اريا. مدينة المعارض مساحتها هي 1,200,000 متر مربع. شفت أنا خبرتك برا على الباب. 100%. فهي تعتبر كانت من أكبر مدن المعارض الموجودة صراحة. بس طبعا هلا بسبب إيقاف 14 سنة وتعرفوا شو الظروف اللي مرينا فيها، فما عاد صار في تطوير عليها. عرفت شو الفكرة؟ فضلت مساحتها 1,200,000، ولكن لا تستغل بالكامل. تمام. ولكن ببعض المعارض مثل بيلدكس فبنستغل الجزء الأكبر منها اللي هو بيوصل لعند الجناح المسمى سابقا جناح سوري. هلا يعني هو ماله يعني هولات رقم الهول 20 إذا بنطلع على الخريطة هون. يعني أنا أول مرة بشوف معرض موجود عنده قسم الجامع أو العبادة، اللي عنده عبادة اللي هو من الديانة المسيحية ومن ديانة الإسلام، في لهم قسم كامل لحالهم. صح. موضوع الطبي عندكم يا أتوقع موجود. ليك هون موجودة. في عنا موضوع الطبي كمان، يعني نقطة طبية اللي هي تعتبر نص مشفى إلا شوي، مع كادر كلياته متخصص جوا بالكامل. طبعا يعني المساحة هي كلياتها أنا لليوم قريب 20 دولة يمكن عملنا فيها اشتراكات لليوم. أنا ما وصلت ما شفت هيك شيء. أنا ما بعرف برا مزبوط، بس نحن كنا دائما نفوت يعني معجوقين ومسافرين وكذا. بس أنا لليوم هذا ما شفت هي المساحة هي كلياتها. أتوقع إنه نحن في عنا نقص بالكادر لهلا. يعني هلا قدر الامكان مزبوط، ولكن نحن عندنا نقص بالخبرات اكثر من كوادر. الخبرات 100%. يعني انا في عندي ناس قادره انه تفهم عده مجالات، بس مجال المعارض بالضبط بس لازم انا وجهه. 100%. تنظيم المعارض اللي هو علم بحد ذاته. صحيح. هل انا عندي حدا قادر انه عن جد يستغل مدينه المعارض هي بافضل اسلوب؟ صحيح. يعني هي صراحه بدها شغل كثير، ان كان قطاع حكومي اكيد. صحيح. وان كان قطاع خاص. نحن على هالحجم الكبير وهالاقبال الكبير من الدول العالميه اللي نحن صرنا منقطعين فتره كبيره، وهلا عم نرجع نفوت على النظام العالمي الكبير بالمعارض. فبدنا نعرف كيف نوظف الخبرات الصح بالمكان الصح. اهتمام عالمي من برا. بدي اتشكرك كثير استاذ همام. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. يعني عن جد معلومات قيمه بجوز تستفيدوا منها كرمال اللي بده يشارك لقدام. لهون بدي انهي معكم الفيديو. مثل ما شايفين عم نضبط الاغراض وخلص. المعرض كان لمده 5 ايام، كانوا روعه لإلي بالنسبه لدمشق، انه انا اتعرف على الشخصيات وعلى العالم اللي موجوده هون. بيرفكت. طمنوني، خبروني بالفيديو بالتعليقات كيف لقيتوا الفيديو. حلو؟ خبروني شو عجبكم أكتر شيء بين المفروشات اللي شفتوها. وكان معكم خالد، والسلام.